بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقتنا النهاردة بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصادق الأمين. النهاردة هنتكلموا آه، في موضوع مهم جدا. يمكن بشوف ناس على التواصل الاجتماعي شغلتها المكايد والمؤامرات، ودي هي بقى بتقول لك انا باخد منها مشاهدات عالية وبجيب بيها دولارات حلوة يعني. آه، يمكن ربنا مزهزهها لك دلوقتي، بس بعد مدة كده افتكر كلامي اللي انا بقوله دلوقتي. افتكر ان كل قرش حرام بيخش جوفك وجوف عيالك من الحرام والمؤامرات والوقيعة بين الناس وبعضها، ده عمره ما هيخش عليك ابدا بالخير ابدا. افتكر كلامي، يمكن هتاخد مده معينه كده هتبقى مزهزهه لك قوي للحرام بتاعك، وبعد كده هتبص تلاقي ربنا بياخد كل ده واحده 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 كده بالتدريج، وتقول ايه المصايب ده؟ هو انا عملت ايه؟ ده انت عملت كتير جدا. التوقيع بين الناس من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني ده من الكبائر. وقذف المحصنات الغائبات الصالحات المؤمنات دول، ده من الكبائر اللي ربنا ده ابدا ما يسامحكش عليها ابدا. ده من الكبائر. طيب، وبعدين بالنسبة بقى للبلد والإشاعات اللي بتتعمل شمال ويمين في البلد، يعني ده برضو ليه عقابة عند الله. حتى لو نفدت بأعمالك وبالحاجات اللي انت بتعملها شمال ويمين دي، عمره ربنا ما يسامحك ابدا، ولا هيبارك لك ولا في عيشتك ولا في ولادك. وربنا حالف كده، قال لك وجعلنا عيشتهم ضنكا، يعني خراب في خراب. و... وانا بقول لكم المكتوب في الحجر المحفوظ ان بلدنا دي عمرها ما هتقع، وهتبقى رايتها عالية إن شاء الله، بيها وبالرئيسها، بيها وبرئيسها. وعمر اللي انتوا بتعملوه والإشاعات والجري والرمح والمؤامرات وشمال ويمين وهنا وهنا، عمرها ما هتقع مصر أبدا، وتحت راية رئيسها، وكلنا كشعب ورا رئيسنا، ورا شرطتنا، وورا جيشنا، وورا مخابراتنا. قلب